ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده في الفيديو بتاعنا هنعمل كده كرات البطاطس المقرمشه بمكونين بس هنعملها، وهقولك ازاي تبقى معاكي مقرمشه من بره وهشه وطريه جدا من جوه ومش مكتومه في نفس الوقت. هتعمليها من غير جبنه ومن غير حشوه، اقتصاديه جدا وسهله وبسيطه جدا، هتنفع معاكي وجبه للفطار ووجبه للعشاء. تابعي كده الفيديو معايا للاخر. معايا هنا 4 حبات من البطاطس، قشرتهم كده وحطيتهم في الميه علشان مش يحمروا معايا. جبت بقى البطاطس كده قطعتها مكعبات صغيره زي ما انت شايفه بالشكل ده. هقطع كده الكميه بتاعتي، احطها في حله كده واغسلها كويس، وبعدين هزود لها الميه بتاعتها. احط لها كمان معلقه من الملح واحطها على النار تتسلق معايا. بعد ما اتسلقت معايا صفيتها من الميه، وهي سخنه كده لازم تهرسيها كويس علشان ايه، كل ما تبرد كل ما هتجلد وتبقى فيها كلاكيع معاكي. خلاص كده هرسناها بالشكل ده. ضفنا عليها كوبايه من النشا، قلبيها كويس كده لحد ايه الخليط ما يتجانس مع بعض. جبت بقى البطاطس عملتها كور بالشكل اللي انت شايفاه ده. هكور بقى الكميه بتاعتي، وممكن كمان تعمليها صوابع، مفيش اي مانع. هنا برضو لو حابه ان انت تحشيها جبنه مش مشكله. كده هحضر الكميه بتاعتي كلها، وممكن كمان تفرزيها لو حابه تفرزيها، ان انت هتكوري بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهتحطيها في صينيه وتحطيها في الفريزر. بعد كده هتطلعيها هتحطيها في اكياس او هتحطيها في ايه، في علب، وتحتفظي بيها. تطلعيها من الفريزر تقليها في اي وقت، تقليها وهي مجمده كده. خلاص خلصت الكميه بتاعتي. اخدها بقى كده احطها في التلاجة لمده نص ساعه لحد ايه ما تشد معايا وتتشمع، وبعدين اخدها ايه على النار. بعد النص ساعه طلعتها، طاسه على النار فيها زيت غزير، والزيت ما يكونش سخن قوي علشان ما تتحرقش معاكي. انزل بقى كده بكل الكميه بتاعتي، حمري بقى كده وايه، ولحد ما تاخد اللون الاصفر الذهبي معاكي. قلبيها بقى كده بالشكل ده. شايفين هشه من جوه ازاي؟ وصلت كده للون الذهبي معايا. لو واحده لزقت في التانية عادي افصليها عن بعضها عادي مش مشكله. وانتي بتاكليها تحسي يعني بقرمشتها جميله جدا، وفعلا تحسي انها من جوه مفرغه وهشه جدا مش مكتومه. خلصت كده الكميه بتاعتي كلها اتحمرت، طلعتها كده على مناديل. شايفين يا جماعه في التقديم جميله جدا وتحفه. هتقدمي لها بقى، هتقدمي معاها اي نوع من الصوص، هتقدمي سواء كاتشب او مايونيز او توميه، تحفه جدا. وممكن كمان تعمليها على السفره كطبق جانبي، وجبه للولاد برضو. لو تابعتي الفيديو معايا للنهايه متنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه، وتابعي معايا القناه، واشوف وشكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله.